هلو يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. في فيديو النهارده هتكلم عن كل انواع الكحل الاسود اللي انا جربتها، وايه احلى نوع تستخدميه، ولو انت عندك حساس تستخدمي ايه، ولو عندك عادية تستخدمي ايه. هقول لكم على تركية بسيطة قوي هتخلي درجة ثبات الكحل في عينك تقعد معاكي بالوقت الطويل وما تسحش منك، وتخلي اللون كده محدد وحلو. فيلا بينا مع بعض نبدأ. طيب، اول واحد هتكلم عنه وهو بتاع بونجور، اللي هو ده سعره من 10 ل15 جنيه. لو لقيتي حد بيبيعه اغلى من 15 جنيه ما تجيبوش، لانه هيبقى بيضحك عليكي. شفت ان كذا حد شكر فيه. هو ده شكله من جوه. برضو انا هوريكوا حاجات بنشرحه كامل. ده شكله من جوه طويل وحلو ومليان ومتغذي، وسعره فيه وكل حاجة، بس خفيف جدا جدا جدا. هعمل لكم خط هنا بالترتيب، هناخدهم بالترتيب. بصوا، ممكن هنا يبان انه تقيل، بس هو في العين خفيف جدا 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 وما بيبانش. يعني انت مهما تحطي رايح جاي رايح جاي، تحطي في الجبنه اللي تحت، وتحطي في الجبنه اللي فوق، وتحطي ادق ادق الضمير اللي عندك، بس هو برضو في الاول وفي الاخر هو ما بيبانش. فتجربتي معاه ما كانتش وحشه. تجربتي معاه في العين ما كانش وحش خالص. في العين ما كانش بيدمع عيني، لان انا عيني حساسه، فمش اي كحل بيمشي معاه. فهو ما كانش بيدمع العين خالص، بس ما كانش بيبان. هو خفيف خالص خالص. عايز الناس اللي هو ايه، انا حاطه كحل مش حاطه كحل. فلو انت من الناس اللي عايزه تبقي حاطه كحل مش حاطه كحل، فاوكي استخدمي. لكن لو انت عايزه كحل واضح، فهو لا، لا لا، لانه مش هيبان معاكي في عينك، لانه خفيف جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم في ناس كتير قوي شكرت فيه، بس هو انا معايا كان خفيف. يعني انا حاولت بكل الطرق. هو خفيف، هو ما بيعملش اي حاجه غير ان هو خفيف. الكحل التاني وهو بتاع فورمال، فورمال او ايا كان بيتنطق ايه. ده برضو ده بيتبري. يعني التاني كان من تحت بيطلع، ده بيتبري. حاولت اجربه كذا مره، بس هو حلو ولونه حلو. يعني السواد بتاعه كويس. ثواني هوريكم، هعمل لكم خط هنا. السواد بتاعه تقيل وحلو، بس لو عينك حساسة هيدمعلك عينك جدا. يعني كميته كويسة لان هو بيتبري، فهيقعد معاكي. انا برياه عادي، اول ما بيخلص منك بيتبري عادي. ثباته كويس لحد ما، مش واو، بس ثباته كويس لحد ما. درجته اهي تاني واحدة، برضه درجته لذيذة لحد ما، بس لو عينك حساسة هيدمعلك عينك جدا. دي الحاجة الوحيدة اللي رخمة شوية اللي قابلتني فيه، ان هو بيدمع عين قوي. يعني العين لو جه فيها شوية هواء او حاجة، تبقى تقعدي ايه، تسحي دموع تسحي دموع تسحي دموع. فدي الحاجة الوحيدة اللي معجبتنيش فيه. سعره برضو كان بيتراوح من 20 ل25، فهو لذيذ، هيديكي حاجة كويسة يعني قصاد سعره. بس لو عينك حساسة لا. تالت واحد منافس معانا وهو ده بتاع بيبي روز، مش روز بيري، ومش او بيبي روز. ده شكله برضو من جوه. لحظة واحدة. برضو من جوه سواده حلو وبيتبري. سواده كويس. كان بيثبت معاكي برضو ثباته كويس. انا ما بقولش واو، انا بقول ثباته كويس. أهو. ده لونه. سواده احلى شوية من فورمال يعني. لذيذ. ثباته كويس لحد ما. بيبقى شكله حلو في العين، بيبقى شكله واضح قوي في العين. بس 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 لو عينك حساسة قوي متستخدموش. لو عينك حساسة جدا متستخدموش لان هيسح في عينك. فلو انت جفنك مش حساس، عينك عادية، اوكي استخدمي ده، او ممكن تستخدمي اللي قبله اللي هو بتاع فروان. الاتنين معاك هيبقوا كويسين. لكن لو عينك حساس قوي فلا، ما تستخدميش ولا ده ولا ده، علشان هيحسسوا عينك وهيخلوها بالدم. ده سعره كان عامل 70 جنيه او 75 جنيه. مش رخيص يعني، بس هو حلو. يعني هو بيديكي ثبات كويس وبيديكي لون كويس قصاد سعره. بس لو انت عينك حساسة قوي فلا. اللي بعده، وده على الاطلاق دلوقتي افضل قلم كحل انا جربته، هو بتاع سيفورا.
طبعا سيفورا غنية عن التعريف، برضو هو من جوه بيتبري، واضح ان انا واخده منه شويه حلوين، انه بجد اخطر كحل انا جربته. يعني بتيجي سعر قصاد مقابل، وقيمه قصاد سعر. سيفورا، ادي اللاين بتاع سيفورا عشان نحطه. بصوا بقى، اخطر واحد فيهم، اخطر واحد فيهم بجد. ليه لازم تستخدمي سيفورا؟ لان اولا لو انت عينك حساسه زي عيني، فهو مش هيعمل معاكي اي حاجه خالص. هو هيبقى تجربه كويسه جدا جدا جدا. لو انت عينك حساسه هيبقى تجربه معاكي كويسه، مش هيحسس لك عينك، وهيقعد معاكي كميه كويسه لانه بيتبري. بس اهم حاجه تبريها بحاجه شارب شويه علشان تبري السن. بيتبري بيتبري بيتبري، لاني اول لما جبتهم كلهم كنت فاكره ان هو هتاخدي شويه دول مش هيتبري، ما كان البرايه اللي معايا ما كنتش عايزه تبريهم. فقعدت شويه بعاني معاهم ان انا مش عارفه ابريهم، بس الحمد لله استكشفت ان هم بيتبروا. ف ووتر بروف، مش درجه عاليه بس هو شويه ووتر بروف لحد ما يعني يقعد معاكي ثبات. اكتر واحد ممكن ارشحهولك في الاربعه هو بتاع سيفورا لو انت عينك حساسه. لو انت عينك مش حساسه وبيمشي معاها اي حاجه، ممكن تستخدمي واحد من الاتنين دول. ممكن تستخدمي بتاع فورمول او تستخدمي بتاع بيبي روز، برضو الاتنين كانوا كويسين جدا وكان ثباتهم كويس، واللون بتاعهم كان كويس واضح قوي في العين. وفي تركية صغيرة قوي انا بحب اعملها، وانا ما زلت بعملها، ان انت لو عايزة تتقلي القلم نفسه بتاع الكحل ممكن تستخدمي نوعين على بعض. يعني أنا لما باجي استخدم بحط البيس سيفورا، بحط اول طبقة من السيفورا لان السيفورا بالنسبة لي ما بيحسسش عيني خالص. فبحط اول طبقة من سيفورا وبعيد عليها باي لون من دول تاني. يعني بحط واحدة سيفورا وبعيد عليها بأي لون من دول. فدي تركاية خبيثة بتثبت معاكي الكحل أكتر، وبتخليه يثبت في العين أكتر، وبتخلي شكل الكحل أحلى بكتير. ادي التيست بتاع الأربع درجات اهو، عشان بس نبقى فاهمين، من أقلهم خالص لأكترهم ثباتا ولونا. سيفورا كان سعره عامل 80 أو 90 جنيه، أو بيلعب في 80 و90. وهتلاقي أماكن أكيد بتبيعوا أرخص يعني كلهم. هتلاقي أماكن بتبيعهم أرخص وهتلاقي أماكن بتبيعهم أغلى. بس لو انت عينك حساسة ما تستخدميش غير سيفورا، لأنه هيبقى أخف حاجة على عينك. أنا كده خلصت الفيديو، وأشوفكم فيديو تاني وجديد.